يعني نقدر نكسب بالميراس، ونقدر نكسب انتر ميامي، ونتعادل مع بورتو او نخسر من بورتو مفيش مشكله، لكن احنا قدها والله العظيم. صدقوني صدقوني، الاهلي علمنا مفيش مستحيل. اللاعب بيطلع من الناشئين من مدرسه الكوره في النادي الاهلي. يعني انا دايما بروح بزيارات للكابتن احمد نخله، المدير الفني لاكاديميه النادي الاهلي. صن داونز هيلعب مع بروسيا ولا مع بروست، مش عارف بروست مين بروست ده. لو كسبنا نصعد لايه، ده دور ال 32، هنصعد لل 16 بقى. يا ريت دخل ابراهيم وحكيمي وينكم يا لا. اه، العين وقع مع بروسيا دورتموند ولا مع مين يا شباب؟ حد يقول لنا كده يا جماعه. نتيجه القرعه ايه؟ والله العظيم انا اول ما شفت مجموعه النادي الاهلي، تصوروا ان انا قلت اطلع لايف على طول من غير ما ما اشوف بقيه المجموعات. يعني من غير ما اشوف بقيه المجموعات. يا رب يا رب يا رب، كل الناس بتقول يا رب، كل الناس بتقول يا رب، كل الناس بتقول يا رب، كل الاهلاويه بيقولوا يا رب. والله العظيم الاهلي يقدر، والله 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 الاهلي يقدر. والله الاهلي سالكه معاه، لا اللي سالكه معاه الترجي، اللي سالكه معاه الترجي التونسي. ترجي يا دوله، ما فيش حد هنا معانا من تونس ولا يا شباب؟ ما فيش حد معانا من تونس هنا يا شباب يقول لنا الدنيا عامله ايه في تونس؟ مجموعه سهله جدا جدا جدا. تركان خلص بروح ساحر قالوش. انت يعني انت هتعملي سحر يا تركان ولا ايه؟ تركان انت ليكي في السحر، لو ليكي في السحر يا تركان شوف لنا مجموعه النادي الاهلي دي. لا مش الترجي، امال مين؟ ما هو انت حد بلغني ان الترجي اوكي، وفلامينجو البرازيلي وتشيلسي وليون المكسيكي، ولا في كلام تاني؟ العين اوه اوبا، العين مع مانشستر سيتي. يا جماعة امال انتوا بتهرجوا يا جماعة ولا ايه؟ امال يا عمر محمد سلامة انت بتبلغني معلومات غلط ولا ايه؟ انت قلت لي الوداد مع مانشستر سيتي ويوفنتوس والعين، يعني الوداد ومانشستر سيتي ويوفنتوس والعين الاماراتي. اوبا، ده هتبقى مجموعة صعبة، بس الصعود محسوم لمانشستر سيتي ويوفنتوس الايطالي. باتشوكا مع الريال، يبقى باتشوكا المكسيكي مع الريال والهلال وصن داونز، صح كده ولا ايه يا جماعه؟ يبقى باتشوكا، باتشوكا ده فريق يعني في المتوسط. باتشوكا المكسيكي مع الريال والهلال وصن داونز، صح كده؟ ارشح الريال وصن داونز، ارشح الريال وصن داونز، من وجهة نظري كده، من وجهة نظري يا جماعه ارشح الريال وصن داونز. هتبعتها لي في ايه بقى؟ تبقى، ما انا مش هقدر اطلع من اللايف. لا اكتبوا لي المجموعات واحده واحده كده. يعني عندك الاهلي بالميراس وبورتو البرتغالي وانتر ميامي الامريكي والاهلي، وعندك زي ما حضراتكم بلغتوني الهلال والريال وصن داونز وباتشوكا. لما تخلص، لا ما انا بسيطه هجيبها لما اخلص مش مشكله. طيب الوداد ومانشستر ويوفنتوس والعين، صح كده؟ مانشستر سيتي والعين يا جماعه ولا ايه؟ حد يبلغنا بالاخبار اول واول. الفريق اللي هيتاهل من افريقيا، لا انا شايف ان الترجي ممكن تكون فرصته كبيره، بس ده خلي بالكم يا جماعه متوقف على حاله الفريق. يعني الترجي مثلا ممكن يبقى زي السنه اللي قبل اللي فاتت، كان فريق ضعيف جدا. ممكن يبقى زي السنه اللي فاتت كان فريق قوي جدا، واللي السنه اللي قبلها كان بيقول لك غول افريقيا وافريقيا تحت السيطره، وسمعنا كلام كبير جدا، ويجوا كله قدام الاهلي ويرضى الفريق. يا رب يا رب يا رب، مش مشكلة احنا نتأهل، مش مشكلة، ولكن احنا عايزين الوداد يتأهل عشان اختنا الجميلة تركان اللي معانا من المغرب يا جماعة. عشان تركان اللي معانا من المغرب نشجع شوية الوداد المغربي، عشان تركان وعشان رولين وعشان الناس الجميلة اللي معانا من المغرب. انما خلينا في نفسنا. الاهلي يقدر يعمل نتيجة ايجابية مع بالميراس، يقدر يقدر يعمل درون مع بورتو البرتغالي، يقدر انتر ميلان، انتر ميامي، والله العظيم نقدر. الناس تعمل لايك يا جماعة. اللي فرحان بان مجموعة النادي الاهلي وقع في مجموعة متوسطة يعمل لايك بعد اذن كل اهلاوي موجود معايا في اللايف. الزمالك هيلعب مع مين؟ الزمالك هيلعب مع تليفونات بني عبيد يا جماعة. الزمالك هيلعب مع تليفونات بني عبيد. اه، الوداد ومانشستر سيتي ويوفنتوس والعين، لا مجموعة صعبة.